السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعينا، إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. وأهلا وسهلا بكم مطبخي مطبخ النكهة العراقية الأصيلة. بالبداية أرحب كل اللي انضافوا عندي مجددا بالقناة، أقول لهم هلا بيكم وكل الهلا. اليوم راح نطبخ سوا وياكم الهريسة النجفية. نشوف شنو الفرق بينها وبين يعني بقية المحافظات، شنو الإضافة اللي يخلوها إلها وليش يخلوها. يلا نبدي. عندي أول شي هنا هذا نص كيلو من الحبية. طبعا هاي الحبية الفاخرة الزينة اللي يعني نقول الحبايات تكون كبيرة ولونها يكون أبيض مثل ما تشوفوها هسه. اكو حبية تكون حباياتها شوية أصغر ولونها صفرة، هذه تكون حبية أحسن. هاي حبية الموصل، هاي من الموصل يجيبوها. هذه النوعية كلش يعني ممتازة. طبعا أنا هنا عندي نص كيلو. بالبداية أغسله كل زين وأنظفه لحد ما يعني نتخلص من الشوائب اللي بيه الأتربة كلها. أبدل مية مرتين ثلاثة أربعة لحد ما يطلع من عنده مي صافي، وبعدين أنقعها تقريبا نص ساعة مثل اللي يعني التمن، شلون واحد من يريد يطبخ تمن أو هذا، نص ساعة ساعة، وبعدين أبدي أطبخها. ممكن مباشرة بدون تنقيع، بس التنقيع يعني ياخذ حتى تاخذ وقت أقصر على الطباخ. مثل ما قلنا هاي الحبية اللي يعني الأفضل للطبخ، هذه سابقا ما كانت موجودة بس بعدين هسه توفرت، يعني قام بكل المحافظات موجودة من عندها. جدر نهائيا قطرة زيت ما مخليه بيه أي شي، ما مخليه بيه. أخليه يحمى كل الزين وأنزل اللحم. طبعا وهنا عندي عظم مال عجل، أخلي الكسور أبدي أحمسن حتى تروح من عندهم يعني أي زفرة أو هذا. هو ممكن بدون حمس مباشرة نخليهم هم والحبية وأخلي عليهم مي ويستوون، هم ما تصير زفرة. نختار لحم الغنم ويكون يفضل إنه يكون دهين. أنا هنا ما خليت ليه، خليت الكسور هاي مال العجل حتى تذب مونة والدهن مالتها. بس أخليها هي والمي مالتها مال التنقيع، لأن مي التنقيع نظيف أنا يعني من الفلتر. وهنا راح أخلي إضافة ربع كوب من التمن العنبر، هذا ينطيها ثخن للهريسة. وخلي عليها المي، يفضل انه يكون مي حار. انا خليت هنا مي عادي يعني ما يفرق، هي كلها راح تستوي. طبعا انتظرها لما تغلي واوخر شلون نقول الزفرة من عندها. اذا اكو زفرة، هي ما بيها زفرة هسه نهائيا ما احركها. شوفوا هالشكل، بس هاي اذا اتاكد انه اللحم يعني توزع مكاناته. نهائيا ما احركها ولا اطخها الكعب الجدر نهائيا. اتركها بالبداية شوية تغلي، بعدين هذا الوغف مال الحبوب، اي حبوب تطلع هاي الرغوة، فارفعها وانصي عين الطباخ واخليه الجدر اخليه مكشف هالشكل على النص، انطيه مجال حتى يعني لا يفوح من الجدر ويعني يخرب للطباخ. على نار هادئة، ايش قد ما عندكم نار هادئة احسن. انا هاي بالبداية بس انتظرته يغلي، بعدين حاولت على انصى عين عندي بالطباخ ونصيت العين. اضيف لها شوية رشة ملح تقريبا يعني ملعقة صغيرة. هاي بدت تغلي، شوفوها. بس هي بعدها ما مستوية، صح هي الحباية انتفخت وهذا، بس بعدها ما مستوية. اذا اشوفها يحتاج لها مي اخلي لها مي حار، بس هيك كلش على كيفي، ما اريد احرك الحبات مالتها. هنا هم بعدها دا تستوي على نار هادئة براحتها. اخليها هسه بس الشكل اشوفكم بس من فوق، ما انزل شعب الجدر، لان اذا بس اطخها واخلي اظل اقلبها كل ساعة راح تلشع من جوه. شوفوا هسه انتم بس من شوفتها هسه مبينة انه استوت، لان تشوفون المي مالتها شلون صار ذبت النشا مالتها ومبينة انه الحباية استوت. هسه راح ابدي احركها من جوا لي فوق. هاي اول مرة دا احركها، يعني تقريبا ظلت 3 ساعات على نار هادئة، على عين شلون نقول على قولة امي تقول عين الشاي، عين اللي نسوي عليها الشاي كلش صغيرة. شوفوا شلون مردت حتى تنمرد بالخاشوقة، ما يحتاج لها اي تعب.
هسه اللحم اطلع من عندها اعزله هي والعظم وابدي ادرخها، يا اما ادرخها بمدرخة القيمة اللي ندرخ بيها القيمة او مهراسة او خلاط اي شيء. اذا تحبون تصفوها ممكن انه مصفي ناعم واخلي هاي الكمية وابدي هالشكل يعني بالخاشوقة او بظهر الملعقة بظهر الشفشير وابدي يعني اصفيها تتصفى مباشرة او بالخلاط تتنعم. أنا بصراحة يعني أفضل إنه تكون بالخلاط حتى تبقى هاي القشور اللي بيها، لأن هاي كلها غنية فيتامين بي مفيدة جدا. ما أفضل إنه يعني نعزل القشور عنها، هي أساسا يعني حتى ما موجودة، يعني كلش شلون نقول كلش استوت وصارت طرية من بينه. شوفوا شلون قوامها، هذا أصبح قوامها. نرجع هسه على اللحم أهرسه بهالطريقة، وإذا مخلين شرح ممكن إنه يتفلس بالإيد. قلنا كل كيلو ربع كيلو من اللحم يفضل إنه يكون بيه يعني ليه دهين. هاي أصبح بهالشكل. أرجع أرجعه على الهريسة. أبدي أحركها. طبعا سابقا خليت أتحدث عن هاي الهريسة النجفية ليش هالشكل. سابقا ما كانت متوفرة هاي الحبية الفاخرة هذه اللي انتو شفتوها، هاي من الموصل، مو بكل المحافظات موجودة. كانت اكو بس هذه الحبية اللي لونها صفرة، الحبوبها ناعمة، فذيك اذا تسووها هريسة واحد هي ما تعطيكم هذا القوام هذا السخن. عندنا فيديو يعني آخر عن الهريسة كانت بس حبية مخلية بيها، فما تنطي هذا الثخن. فشي يسوون حتى تكون يعني علوشة وثخينة هذا الثخن نحصل عليه، يخلون تمن العنبر وياها حتى تنطيها الثخن. لكن حاليا هسه متوفرة عندنا هاي حبية الموصل الحمد لله والشكر، بكل المحافظات موجودة وتقدر يعني يقدرون يحصلوها، فنكتفي بهاي الحبية. الأسهل والأحسن إنه نكتفي بهذا الحبية، لكن أنا يعني نظرا لطلباتكم هواي طلبتوها من عندي فسويت لكم إياها. هذا أصبح قوامها. اللحم طبعا هو كافي، كلش كافي، هو كل كيلو يخلوا له ربع كيلو. وأفضل لحم للهريسة يعني هاي عن تجربة عن سنين يعني بيت أهلي وهذا، يخلون لحم الباطنة، باطنة الغنم أحسن من الشرح يعني، هذا تصير يعني ما طيبة وهالشكل، ويعني حتى لون الشرح يكون لونه أحمر، لا باطنة الغنم تكون دهينة اللحمة. طبعا نقدمها نخلي عليها الدارسين أكيد، والدهن يكون حار، والشكر، وتتقدم بألف عافية. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. راح أخليكم رابط مال الهريسة اللي العام طبخناها إن شاء الله بصندوق الوصف إذا تحبون تشوفوها. هاي ثاني يوم الصبح أنا خليتها للريوق يعني أحميها حتى نتريق بيها. هذا قوامها، وسهمكم العافية. خوش هريسة صارت. الدارسين طبعا كلش طيب وياها، واللي ما يحب الدارسين براحته. طبعا ضروري نخلي لها رشة الملح، وتكون هيك ملوحتها كلش خفيفة تكون، فشي بسيط يعني. بس اكو يعني واحد يعني يحس بالملوح حتى لو ياكلها بدون شكر. اكو ناس يجيبون لنا هريسة شوفها يعني شلون لا طعم لا هذا نهائيا، لو حتى لو قد ما يخلون واحد يخلي بيها شكر وهذا، بس يعني تكون ما طيبة. لابد من رشة الملح، ونضيف عليها رشة من السكر يعني الشكر او العسل. انا اخلي عليها عسل. يلا اكلها. ان شاء الله عجبتكم الوصفة والفيديو. اذا عجبكم لا تنسون اللايك ودعم القناة ومشاركة الفيديو بين الاصدقاء. التقيكم على خير بوصفات جديدة. في امان الله.